والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. إن شاء الله اليوم غنصايبوا لي بات جينواز أو الكيك الإسفنجي. إن شاء الله راه تيجي زوين، غنجربوه. عندي فيه 4 البيضات، راني سبق وصيبتهم هنا في المول ديال باش غنخفق فيه، وغندير فيه قبيصة الملحة، وغنديرو يطرب هو الأول. غنكمل معكم المقادير نوريها لكم. دابا غنديرو يمكن لك تخدموه بيديكم او الطراب الاخر ديال اليد، ولكن باليد شويه تيكون شويه فيه، حيت هو خصو يتخدم بزاف. دابا انا ما غاديش تشعل، غادي يدير صداع. بين ما عطيتكم المقادير وغادي نكمل. المهم عندي كاس ديال سنيده، كاس العنبه كما تشوفوا معايا. قياس يعني اش نقول، كاس عامر تيكون فيه. هذايا عندي 170 غرام، انا عبرتها من قبل. عندي 2 كيسان ديال فرينه الدقيق الابيض، يعني يعادل 220 غرام ديال بالعبار. وعندي فيها شاصيه ديال الفاني، وخماره يعني راس المعلقه صغيره ديال القهوه. ما يعني من الخماره ما تبغيش الخماره هي بزاف ديال الحلوه. هادشي اللي كاين. دابا انا غندير هذا يطلع شويه، نبدا نخفق فيه ونضيف سنيده من شويه بشويه. كما تشوفوا معايا انا صافي هو كمل عندي. يعني الطريقه سهله، انا باش نقطع الفيديو باش ما تشوفوا معايا جميع المراحل تعرفوا راه طريقه سهله. يعني بلا ما نقطع لكم الفيديو واخا الصداع ديال الماكينه، ولكن صافي انا المول انا عندي واجد دهنه من قبل. غادي غنفرغ هاد سميتو، غنصيبوه نصبوه هنا. صافي دابا انا صبيتها في المول ديالها. نحاول نخرج داك الهواء اللي زايد. صافي وغندخلها للفران سخون على 150 حتى 160. يعني الفران يكون دافي، ماشي سخون، ماشي اللي ما عندهش درجه الحراره. الفران يكون دافي وصافي. دابا غندخلها للفران ونخرجها ان شاء الله نتلاقاو. كما تشوفوا معايا دابا الكيك ديالي خرج من الفران، راه باقي سخون. داكشي علاش ما قطعتوش ليكم. راه تيجي اسفنجي، يعني راه تيجي فتي، يعني بحال اللي تتشريوه من زنقه. غير جربوه، راه تيجي رائع في الكيك والطورطه ديال العيد ميلاد. بصحه وراحه، ونتمنى من الله تجربوه، راه تيجي رائع. وبالنسبه للمسابقه ان شاء الله راني غادي كنت قلت لكم تنوصل ل 4000 ساعه ديال المشاهده. دابا ان شاء الله مع ما تنضحرش الفيديوهات بزاف، وداك الشيء ما عنديش التفاعل بزاف، لان دابا غادي نقص لكم. غادي على ما كملت 1000 مشترك ان شاء الله ونعلن على الفائز. صحه وراحه، ونتمنى الله تجربوها وما تنساونيش من التفاعل ديالكم وتشجعوني باش نقدر نعطيكم المزيد. السلام عليكم.